السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد في سلسلة تجربتي في السريع. النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن كريم ممتاز جدا 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 كبرايمر وكترطيب وحل مشاكل كتير جدا جدا موجودة في البشرة، وبجد كريم نينجا من الآخر، وسعره رخيص جدا وكمان متوفر تقريبا في كل الأماكن دلوقتي، وعليه عروض حرفيا برخص التراب. يعني سعره مش هتصدقوا هو ايه بمقابل الحاجات اللي هو بيقدمها. كل ده هنعرفه مع الكريم الممتاز ده دلوقتي. بس قبل ما اوضح لكم هو ايه وقبل ما نشوف الكريم مع بعض، ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك اسفل الفيديو ولايك وشير لو الفيديو عجبكم، ويلا بينا نشوف هو ايه. مبدئيا انا لسه واخده بالي حالا معاكم ان الكريم ده صنع في اسبانيا. دي معلومه ما كانتش عندي، خاصه انه يعني سعره ما يدينيش انه مستورد نهائي نهائي. الكريم ده اسمه، لاني مش عارفه اسمه بصراحه. يعني انتوا حاولوا توقفوا الشاشه وتاخدوا سكرين شوت هيبقى معاكم افضل، او لو الزاويه كده، ايوه كده افضل وضع تاخدوا فيه سكرين شوت عشان خاطر الاسم بتاعه يبان. الكريم ده انا اول ما جبته كنت جبته علشان خاطر الكلمه دي ان هو ممكن استخدمه كبرايمر للميك اب، وفي نفس الوقت كنت مستغربه جدا ازاي كريم سعره هقول لكم شويه، ازاي كريم رخيص جدا كده اقدر استخدمه كبرايمر. بس قلت هو كده كده عليه عرض مش هيخسر معايا لو جبته وجربته كمرطب. جبته وجربته كمرطب، عايزه اجربه معاكم. هو القوام بتاعه تقيل شوية، يعني مش خفيف، بس بمجرد ما بنفرده بجد بيحصل ترطيب عميق جدا 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 للبشرة. وزي ما انتم شايفين مفيش اي لمعان، وانا حاطه كمية بالشكل ده. بجد ترطيب ممتاز جدا جدا جدا، وتقدروا فعلا يقعد معاكم 24 ساعة بس لو حطيتوه مرتين في اليوم. يعني بنحط مرة الصبح تقريبا ومرة بالليل، فهو مرطب ممتاز جدا. كمان كبرايمر للميك اب رهيب، وبيثبت الميك اب جدا 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 على فكرة. يعني مع الحر والجو صعب جدا هنا، لا الميك اب بجد بيكون ثابت معاه، وفعلا برايمر ممتاز. طيب ايه هي اهدافه او ايه الحاجات اصلا الكريم ده الناس بتستخدمه علشانها؟ الناس اللي جلدها خشن او الجلد المجهد او الباهت او الترطيب العميق او انكماش الجلد والجفاف. طيب نكون صريحين مع بعض، هل هو بيعمل كل ده ولا لا؟ بالنسبه لي هو افضل حاجه لترطيب البشره. انا جربت كريمات كتيره جدا غاليه ورخيصه وكل الانواع اللي تتخيلوها، بجد الكريم ده وهم في ترطيب البشره. طيب هل هو هيعالج الجلد الخشن او المجهد؟ طيب خلينا ناخدها حاجه حاجه. الجلد الخشن مثلا زي جلد الوزة او البشرة اللي فيها خشونة، دي معناها ان البشرة فيها جلد ميت، سواء جلد الوزة او بشرة. فده معناها ان احنا هنا هنحتاج سكراب، مش بس هنحتاج ترطيب. لو ترطيب مع سكراب فعلا هيعالج الجلد الخشن. طيب الجلد المجهد او الباهت او الشاحب، لو ما بنشربش ميه كتير وما بنهتمش بالغذاء ولا الترطيب فطبيعي هيبقى فيه المشاكل دي. لكن لو بدأنا ناكل كويس، بدأنا نهتم بالمية، بدأنا نستخدمه كمرطب، فعلا هيعالج الجلد المجهد او الباهت او الشاحب. بس كل الحاجات دي امتى؟ لما نستخدمه بشكل يومي ونهتم باكلنا وبشربنا للمية كويس جدا. طيب خاصية الترطيب العميق، الله اعلم اعظم من ذات الله. نوقف عشان الاذان ونرجع تاني بعد الاذان. فبالنسبه لي الكريم ده بجد ممتاز جدا جدا جدا. طيب الشعور بانكماش الجلد او الجفاف، قلت لكم هو كل الكلام ده يعتبر حاجه واحده لو احنا ما بنهتمش باكلنا وشربنا. لو ما بنهتمش بالترطيب اكيد المشاكل دي هتكون موجوده. بس بجد الكريم ده ممتاز ممتاز، واعتقد ان ده ارخص هيدرونيك اسيد هتقدروا تجيبوه. طيب سعره كام؟ سعره يا جماعه في العروض 9 ريال بس. يعني اي حد عارف سنتر بوينت او اي مكان في اللايف ستايل يقدر يشتريه منه ب9 ريال بس. بجد السعر انا لحد دلوقتي مش مستوعباه، خاصه ان هو كان نازل من 55 ريال وموجود كمان في مصر وفي دول كتير مع تحويل العمله. يعني اللي هو حاجه كده بجد رخيصه. في مصر تقريبا كان ب 100 جنيه حاجه زي كده في العروض برضو. فبجد بجد اي حد يلاقيه لازم يجيبه فورا فورا فورا. الكريم ده نينجا بجد افضل مرطب هتستخدموه. طيب مناسب لانهي نوع بشره؟ عشان برضو نوضح مع بعض. مناسب لكل انواع البشره. انا جربته مع البشره الدهنيه وجربناه مع البشره الجافه، بجد مرطب ممتاز ممتاز، انصحكم بيه مليون في المية. اكتبوا لي لو انتوا جربتوه ايه رايكم فيه، ولو حد تعرفوه جربوا قولوا لي برضو رايكم ايه، ولو لسه ما جربتوش انصحكم وبشده تشتروه. وبجد هو تجربه من الاخر. ارخص هيدرونيك اسيد هتستخدموه وافضل هيدرونيك اسيد مع البشره، والعلم هو اداني نتائج مرطبات غاليه جدا 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 ما ادتنيش النتيجه بتاعته. كل ده هتشوفوه برضو في فيديو منفصل لكل منتج في كل منتج لوحده، وبعد كده هجمعهم لكم في منتج اقارن لكم بيه منتجات اسعارها 5 او 6 او 10 اضعاف بجد السعر ده، وفعلا ما ادتنيش النتيجه بتاعته. فبجد انصحكم اي حد يلاقيه يجيبه فورا فورا فورا.
واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجديد، واكتبوا لي حابين اتكلم عن منتجات ايه الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.